اسمع هذه اسمع هذه. ومن أهم ما جاء في مخرجات مجلس الوزراء إذن حيث وجه السيد رئيس الجمهورية نداء إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم، بينما معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل. من غباء النظام كلمة مانيش راضي فقط دخل عليها عباد بعامين وثلاث سنين وعام ونص للسجن. يحوس يجيب عباد خسروا 100 مليون ولا 200 مليون باش يوصلوا لأوروبا. علاه؟ باش يسمح لهم تبون ويجوزوا على مراكز عبلة استنطاق وأسئلة وتحذيرات وبصامات وبلع فمك باش تولي ما تقدرش تهدر. قهوة تخصك ما تهدرش. والله غباء. هذا هو الخوف. لما تقدر تترجم خوف النظام تترجمه هكذا. يا اطلق لي راه عندك، اطلق نسا ما جملتوش عليهم. تحوس تجيب لي راه من لهنا في اوروبا عايش لهانيا جورنية توكلوا 15 يوم كي يعرف كيفاش يصرف. يجي عندك ثم نتايا شهرية ما تكفيش حتى باش يخرج من الدار. تافهين. المهم انا مانيش معني بالقانون هذاك، انا عندي جنايات، عندي انا نتبول على الجنرالات مباشرة الى يوم